متابعين ماما ليلى في كل مكان. النهارده بقى عامله لكم بقى المحشي الكرنب ده فاخر يا جماعه من الاخر. فاخر ايه؟ من الاخر. حبه محشي بقى بتوع ستي بقى وجدتي بقى زمان بقى، بتوع الناس الجميله بقى ووالدتي، اللي تشمي ريحته من اخر الشارع. الناس يعرفوا ان انت عامله المحشي الكرنب الجميل ده. بصوا شايفين ما شاء الله مفلفل وجميل، بس انا عملته معامله ورق العنب، عملت له تقلات بقى طلع كده وجميل. والواحدة بواحدتها هنا نقوله بسم الله. معانا شوية من الزيت، يروح حوالي ربع كوباية زيت. وحطيت ربع كيلو من اللحمة المفرومة كده. هنعمله بقى ايه، هندلعوه شوية. وهنا بصلتين بقى كبار مفرومين حطيتهم. وهنحط ايه، انا حاطة حوالي نص كوباية زيت على المحشي كله. كده كده حوالي نص كوباية زيت. هنقلبه، بس انا مش هسوي، ما بحمرش البصلة، ما بسويهاش. بصوا شايفين، انا دوبك شوحت اللحمة بس كده وخدت لون، والبصلة كده شوحتها وحطيت الطماطم. وهنا معلقتين من الملح الصغيرين، ومعلقة بهار لحمة. التكاية دي جميلة قوي، معلقة بهار لحمة ومعلقة كزبرة ومعلقة فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده. وهنا في فركة نعناع كده، يعني لو عندك نعناع فريش حطي، لو ما عندكيش فريش حطي يا دوبك كده ايه حبة في مفرومين. هنا بقى بكتر الخضرة قوي يا جماعة عشان المحشي يبقى فيه قيمة غذائية عالية وجميل. هنا كزبرة وشبت وبقدونس، خرطتهم كده وحطيتهم. وطفيت النار، انا ما تحطيش الخضرة لما تطفي النار عشان تبقى الخضرة لونها اخضر زي ما هو. هنا كان معايا بقى 4 كوبايات من الرز كده، غسلهم غسلة حلوة مصفياهم وحطيتهم. هنا بقى خلاص. هنا بصوا الحلة حطيت فيها كده الطماطم، حلقات طماطم وحلقات ايه بصل. كان عندي بقى كرنبايه كبيره وعاملاها، وفضل نصها، حطيت النصها دوت في الفريزر. بعديها بكام يوم عملته زي ما انتم شايفين كده، جميل. وما كنت مقطعه شايله جاهز، كنت مفرزاه باسبوع واحد بس. بصوا صوابع صغنونه وجميل، انا كنت مقطعه كده على قد الصبع صغير. سهل قوي يعني، اول مره دي بسلق واعمل، تاني مره بقى ببقى شايله الكرنب سهل قوي. هنا عملت بقى كده زي ما انتم شايفين صوابع صغنونه خالص جميل. احلى حاجه بقى يا جماعه التكايه زي ما قلت لكم كده، البهار، اللحمه، معلقه بهار لحمه عليه، وطبعا النعناع والحاجات دي مهمه قوي، والكزبره الناشفه كل ده. هنا بقى كنت حطيت عليه تقلات وسويته كده، هيطلع مفرفر. بصوا هيقع ازاي عشان مفلفل، شايفين مش لازق في بعضه، مفلفل. هنا بصوا بطلع المنظر ده كده، طبعا المنظر ده زي عملته زي ما قلت لكم كده. معامله ورق العنب، حطيت له تقلات وطلع كده مضغوط في بعضه ومستوي ومش مزوده له ميه ولا حاجه، ومفرفر وجميل. ايه رايكم بقى في الكلام ده؟ يلا حطوا اللايك بقى وقولوا لي، اكتبوا لي في الكومنت ايه رايكم في المحشي التحفه ده. واللي بصوا ريحته كانت قلبه ريحه الدنيا يا جماعه، من بعيد تشميه طريقه جدتي. ايه رايكم؟